بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معلش عن تأخير الفيديو يوم، بس يعني إذا تعثرت دبة في العراق النت بتقطع في مصر، وإذا حصل أي شيء في اليمن في أي حتة في الدنيا بيأثر في مصر، فمعلش معلش سامحونا. آه، ايه أخبار السوق؟ الأسبوع اللي فات واللي قبله من يوم التلات، مش الأسبوع اللي فات ده اللي قبله، قلت للناس قناة خاصة مش هنخش أي صفقات غير اللي احنا كنا فيها اصلا لحد ما نتاكد هل السوق صاعد ولا لا. نهايه الاسبوع اللي فات اتاكدنا تماما ان خلاص السوق صاعد واحنا فوق لحد فين؟ عندك 30400 31000. طب ايه اللي حصل النهارده؟ ده عادي ولا يهمك، شمعه عاديه ملهاش اي تلاته لازمه. مؤشر السبعيني مؤشر السبعيني وضعه مختلف شويه، لانه اصلا كان صاعد، فعندنا دي مقاومه هنشوف هيعمل ايه عندها، بس اعتقد هيعديها للمقاومه اللي بعدها، ممكن نواجه تصحيح بسيط بس هيعديها. ناخد أسئلتكم. الحاويات، عربية أسمنت، ونظم التعليم والقناة. اسكندرية للحاويات من الأسهم اللي أنا فخور بيها فعلا، وفخور إن أنا دخلتها من بدري، لأن أنا دخلتها من إمتى؟ من هنا تقريبا، من عند 32 31 حاجة زي كده. بعد ما هبطت هبوط كبير كده وبعدين حصل تقسيم دخلناها على طول، دخلناها استثمار. الحاويات كانت صعدت صعود كبير، ووارد تهبط شوية، وارد تهبط يعني، وارد تلمس في 42 وبعديها ترجع تصعد تاني. نظم التعليم، يعني انا حتى قافل الواي فاي وفاتح الداتا وشاحنها كمان، ومع ذلك النت بطيء جدا. لا اله الا الله. معلش لو هيبقى في تقطيع كتير، بس هنبقى يعني بنحاول نحسن النت. نظم التعليم دخلنا فيها مضاربات كتير بعد ما كسرت الترند الهابط ده. عندك هنا مقاومة صححت عليها، هنا كمان مقاومة، المفروض تبقى بايع وتستناها تخلص تصحيحها، وفوق ال 347 ترجع تشتري. عربية اسمنت والقناة. العربية الأسمنت شفتها بقالها كام يوم بتطير قاع على كسر خط العمق، وصلت لمقاومة المفروض تبقى بايع هنا، تبيع هنا بالظبط. شوفوا يا جدعان الخط مرسوم ازاي. بعرف ارسم؟ قولوا لي اني بعرف ارسم. القناة توكيلات بعد ما قسمت من ال30 ونزلت النزلة دي كلها، فضلت تحت مدة، لا ومش مدة عليها، مدة طويلة فعلا، لكن القناة توكيلات بالنسبة لي من أقوى الأسهم الاستثمارية، وهي حتى الآن كمضاربة صاعدة لل20/7 إن شاء الله، يعني كمضاربة. نهر الخير والدولية للمحاصيل. نهر الخير بالنسبة لي بعد هبوط كبير، لازم ناخدها بالتحليل برضو. كده دخل منطقة تجميع. خدوا بالكم الحاجات دي، انا ممكن ارسمها واجي اقول لكم بصوا شوفوا الدنيا وانا عامل ازاي، لا انا بحب ارسمها معاكم بصراحة. دخل منطقة تجميع عرضية، يبقى نهر الخير امان امتى؟ لازم نطلعه متوازي بالظبط. يبقى امان امتى؟ لما يطلع فوق القناه العرضيه دي ويرتكز عليها، ساعتها تشتري مع شراء، لان اوريدي التجميع ده يبقى تجميع هبوط عادي، بيبقى بنصحح شويه وبتاع عشان نرجع نهبط تاني، فتاكيد الصعود ان هو يبقى فوق القناه العرضيه. الدوليه للمحاصيل. الدوليه للمحاصيل اعتقد ان شاء الله صاعده لحد ال 14 واحد. طاقة بعد ما خدت صعودها الكبير ده كله بتجمع نفسها شوية تاني، لإيه؟ تجميع هنهبط مثلا؟ لا هنصعد تاني إن شاء الله.
نفس الصعود ده هنعيده كمان مرة. عامر ان شاء الله ايجابي للواحد 30. وراسكوم كونستراكشن انا طبعا حفظت يعني الرسالة دي انا حفظتها. راسكوم كونستراكشن احنا قلنا ان كان عندها منطقة تجميع لما ترتكز فوقها تبقى ايجابية، طول ما هي مش فوقها او جواها فاحنا لسه مش في الامان، فهي نزلت تحت منطقة التجميع دي. طبعا النت هيحمل دلوقتي وهيطلع لكم القناة اللي احنا راسمينها. كنت راسم قناة هنا، انا كنت راسم والله اهي. اه صح كده انا عارف. فطالما نزلت تحتها يبقى نعتقد ان عندها هبوط. ممكن نشوفها عن 239 او 225، ومنه نبقى نشوف اوراسكوم هيحصل لها ايه. حديد عز والجيزة ومدينة نصر. سهم حديد عز أسهم قوية جدا، بعد منطقة تجميع رجع يصعد، لكن بالنسبة لي برضو دلوقتي حديد عز ما بقاش أمان. ليه ما بقاش أمان؟ لأنه بقى له مدة بيصعد من غير تصحيح وصعود كبير كل مرة، وكمان بيصعد بناء على خبر مش على تحليل فني. خبر إيه؟ إن الأسعار بتغلى تاني، وإن الحديد رجع يغلى، وإن مش عارف رجع فهو بيصعد على الأساس ده. فلذلك لو أنت فيه حاول تأمن ربحك قدر الإمكان، لو أنت مش فيه ما تشتريش جديد. وقعات الحاجات دي بتبقى أكبر بكتير من مكاسبها. مدينة مصر بالنسبة لي إيجابية وصعب. الجيزة وابن سينا والاتصالات. الجيزة صاعدة إن شاء الله لحد 443. ابن سينا صعود بفعل حركات الأدوية. هيكمل صعود؟ لا، هو أكيد هينزل تصحيح. هينزل تصحيح لل 300 لل 43 قرش تقريبا، حدود ال 40 قرش منها ممكن تبقى تشتريها، أو تلحق نفس الأسهم اللي في القطاع. في عندك إيبكو وفي ميبا العبوات الطبية دي رائعة جدا يعني. بس لو انت في ابن سينا اصلا هو هيكمل معاك ربح فكمل فيه. المصرية للاتصالات دي بقى اليتيمة حبتين اللي ما بيجيلهاش اخبار فتلاقيها بتهبط على طول. لكن المصرية للاتصالات بالنسبة لي المفروض نشوف لها ارتدادة قوية من هنا، مفروض يعني. الجوهرة وموبكو وأوتو. الجوهرة عرضية، عندها المنطقة دي بتحترمها قوي كدعم، بس أقصى حاجة فيها ال24، يعني ال24 تبقى بايعة عندها وتبقى كويسة. موبكو بالنسبة لي برضو موبكو قلنا خد منطقة التجميع، دلوقتي هو بيرقد عومه بالفعل، صعد خد الدعم، خد كمان دعم. ما يمشيش معاك النموذج ده ان ده قاعين متساويين ويطلع صاعد مثلا. فبالنسبة لي موبكو مكمل لل 55، الارتكاز عليها هيروح لأبعد لأنه خلاص بقى يعني موبكو قعد تحت كتير قوي. احنا قلنا موبكو والجوهرة وإيه وأوتو الحاويات قلناها. غبور كان صعد صعود كبير، الشاطر اللي كان يعرف يشتري مع الديل ده. اما غير كده انا بالنسبه لي غبور لازم ينزل المنطقه دي تاني، اما ينزل لها نبقى نشوف. في ايه موبكو قلناها، ابو قير ومصر الجديده وعتاق. قلنا ابو قير كده كده صاعد، اللي بيحصل بقى حاليا تمويهات. عارف منظر التجميع ده اللي احنا لسه شايفينه في حديد عز من شويه لما قلت لك جنب ده نفس المنظر، وابو قير من بعديها هيصعد. ايه تاني؟ مصر الجديده وعتاق.
مصر الجديدة سهم رخم وتقيل، بيجي من عند التسعة يصعد يوصل للعشرة يرجع يهبط تاني. فلو انت فيه من تسعة بيع عند عشرة، لو انت فيه من ابعد يعني اعتقد الصبر هو حلك الوحيد، بس لو سبت تحت تسعة بيع، وقف خسارة وبيع. عتاقة صعد بإذن الله للتلاتة تسعة، يبقى بيع عند التلاتة تسعة. عربية للألمونيوم طلعت قناة توكيلات قلناها، حاويات قلناها، طلعت السويدي وعربية ألمونيوم وألمونيوم عربية. ماشي، ادي طلعت، قلنا طلعت كده كده صاعد زيه زي ابو قير، الاتنين حاليا في موقف كده كده صاعدين، كل اللي بيحصل هو تزهيق للناس بس عشان يخرجهم، انما السهم كده كده صاعد. السويدي، السويدي ده اللي صعد، فاحنا مستنيين له تريحه، من التريحه تشتريه، ممكن التريحه تبقى عند ال 54. الالومنيوم العربيه دي باين، الالومنيوم العربيه، الالومنيوم العربيه ايجابيه وصاعده لل 15 جنيه، بس لو نفسك طويل، لو نفسك طويل في السهم استنى له 15 جنيه. قناة توكيلات قلناها، حاويات قلناها، الباقي عربية ألمونيوم. قلنا عربية الألمونيوم يعني أوه هتتلخبط. ما علينا، يعني هما السهمين دول المقصودين. مصر الألمونيوم من عند 115 المفروض تبقى متباعة ومنها هبط. زهراء المعادي إجالة هي قلناها. زهراء المعادي المفروض عندها صعود للسبعة واحد، وأعتقد إنها هتكمل بعدها، بس أنت تبقى بايع عند الهدف ده، يعني عند السبعة واحد. سباير سباير مش لاقيها، فياريت تبقى تكتب الكود. فوديكو فوق ال60 عندها صعود إن شاء الله. أموك، أموك زي ما قلت كتير من الأسهم التقيلة اللي دخلتها مرة وقعدت فيها فترة وهبطت يعني ما كانش أسهم، ما كانش سهم لذيذ خالص، فالمفروض تبقى بايع عند التسعة ستة، حابب تكمل عندك التسعة تسعة، لكن عامة أنا ما بحبش أخش سهم زي ده يعني. إيجال قلناه، بينفستو ام جروب، اسكندرية حاويات قلناها، وأقول لك سيدي كرير ماشي، بينفست. بينفست يعني بص النقطة 42 24 قصدي، خبطت فيها تنزل على طول. سيدي كرير ينطبق عليه اللي ينطبق على أبو قير وعلى موبكو وعلى طلعت، كده كده صاعد وبدأ مرحلة الصعود بتاعته خلاص، كمل فيه، عندك ال 31 وعندك أهداف أبعد. في ام جروب كمان، اعتقد ان عنده هبوط شويه ام جروب، بس بعدين هيكمل صعود. لو حابب ممكن تعزز مراكزك لو انت فيه من عند الستة تلاتة وتبيع عند السبعة تسعة ان شاء الله، ده لو نفسك طويل وبتحب تعزز وتركز على سهم وتطول معاه وكده. بلتون، السهم البلتوني انا ما بحبوش السهم ده، بس يعني كده. بيلتون اعتقد برضو خلص مرحله التجميع بتاعته وعنده صعود، صعود لفين؟ 3.5 بعدها 3.8 ان شاء الله، اهداف ابعد يعني.
إيجال أنا شفت حد طالب إيجال دي قلناها. روسكوم استثمار والمصريين استثمار. روسكوم استثمار هي بيبقى فيها تريدات بسيطة، بس أنا شايف حاليا إن روسكوم هابطة. المصريين الاستثمار أعتقد فيها صعود ل210 وما تأمن لهاش لأبعد من كده، يعني 210 وتبقى باقي. مستشفى كيلوباترا وسي أي كابيتال. سي أي كابيتال عندك من 4.7 ل5.1 وتبيع على كده. مستشفى كيلوباترا من الأسهم يعني كانت جايبة هدفنا الحمد لله بعد 7.5 لمست وهبطت. من الأسهم اللي عليها مدة ولا منتظر ليها أخبار كويسة، زي ما في أخبار بتتقال بقالها مدة على اللي هو القطاع الحكومي اللي هيتباع وهيتخصص ومش عارف ايه، فالمفروض مستشفى كليوباترا من القطاع ده. فلو انت نفسك طويل خليك فيها، نفسك مش طويل هي حاليا عندها هبوط بسيط ومنه هترجع تصعد تاني لمراكزها. يستحسن لو انت كسبان تبقى بايع دلوقتي. ابو ظبي ابو ظبي عند ال43 يعمل لك شكل هبوطي بس هبوط تصحيحي، هيلم نفسه بس ويريح شويه وبعدين يرجع يصعد تاني. الدولار للاسمده نزل جامد ليه كام يوم ووصل النهارده عند فجوه من يوم 29 يوليو. هل وارد ان هدف النزول ولا له مستقبل؟ انا بحب الاسئله الفنيه دي قوي، بحبها جدا. اعتقد ان الدوليه للاسمده ده انا حللته مره بس نجيبه تاني عشان السؤال ده فني. لا ما حللتوش مره، حقك عليا. بص يا سيدي، دوليه للاسمده عنده قاع كمان قاع وده خط العنق، صعد فوق نزل يصحح عليه. حاليا عايزين نرسمه. وبرضه يا جماعة اللي عايزين يتعلموا تحليل فني خليكم مرنين شوية، مش كل حاجة تبقى خطوط والرقم يبقى بالشعرة، مش دايما. في أوقات بيبقى في مجال توازن. في طب والحاجات دي درس فيسيولوجي هيبقى فاهم إن في النفس البشرية ضغط الدم مستوى السكر مش كل دي رنجات، يعني من إلى من حتة تحت لحتة فوق، ملهاش رقم بالملي يطلع لك الحاجة بالظبط. هنا برضه في التحليل الفني نفس الفكرة. دي منطقة العنق اللي المفروض يصحح عندها، نزل تحتها واستقر تحتها، يعني تحت 9-8 تعمل وقف خسارة. طول ما هو فيها انتظر شوية، صعد فوقها يبقى راجع يصعد. ده اللي الدولية للأسمدة فجوة وليه مستهدف هبوطي. السهم الحاجات دي انت اللي بتسيب السهم يحددها لك. فاضل لنا قد ايه؟ شيني وفوديكو. الجوهرة قلناه والإنتاج الإعلامي ما بحللوش. طاقة قلته، عتاقة قلته، حاويات قلته، الباقي العربية أصول. وفوديكو قلته، يبقى شيني والعربية أصول. شيني بعد الصعود الكبير ده عنده تصحيح، أعتقد التصحيح ممكن ينزل لل11.6 منها هيرجع يصعد تاني. السهم ده أنا عارفه بس مش لاقيه. عربية الأسمنت، عربية خابز، عربية إدارة تطوير الأصول، أعتقد هو ده. هو ده. يبقى اكتبوا الكود يا جماعة، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم اكتبوا الكود.
بعد هبوط دي منطقة تجميع، اعتقد انه منها صاعد. عندك هدف هنا لل 812، بعدين هدف لل 836، بعدين هدف لل 944. كل دول قلناها. ماكرو جروب ومنتجعات واعلامي ما بحللوش. ماكرو جروب ومنتجعات. هي الناس اللي كل اسبوع تسالني على الاعلام هو ما بيسمعوش الفيديو. انا اكتشفت ان في ناس مفكره ان انا ما بردش على الاسئله فعلا، يعني اللي هو ان انا قليل الذوق لدرجه ان انا بقول لكم اسالوا يا جماعه وبعدين ما بردش. فهل اللي بيسالوني على الانتاج الاعلامي كل اسبوع دول ما بيسمعوش الفيديو؟ والله العظيم وارد. ماكرو جروب ده كان ايه؟ ماكرو جروب لو هو ده يعني اتمنى يكون هو، فهو هابط. منتجعات اكتبوا الكود يا جماعه الله يرضى عليكم. منتجعات اصل انا عارف يعني. استغفر الله العظيم يا رب. طب نجرب حاجه تانية. مفيش. اكتبوا الكود الله يرضى عليكم يا جماعه. طمنا لك انا عطلة النت. ايه رايك في طلعت والحاويات؟ الاتنين هيصعدوا. السويدي لا، حاليا سعره مش مغري خالص للشراء، واحنا ما بنجريش ورا السعر، احنا بنجري ورا التحليل. فبالنسبه لي السويدي هينزل شويه كمان. ايه الجروب ده ولا بترد على حد؟ تمام، كويس ان الرساله ديت في وشنا. انا ما بجريش ورا حد. يعني حابب تقعد في الجروب بالطريقه دي اقعد، مش حابب اطلع. بسيطه سهله واضحه. كل حاجه على القناه الخاصه. امال اعمل ايه يعني اساوي الناس اللي بتدفع لي مقابل خدمه باللي ما بيدفعوش؟ اللي ما بيدفعوش ليهم خدماتهم، واللي بيدفعوا طبعا لازم يبقى لهم خدمات اعلى. ده في اي حته، في اي حته في الدنيا. مش عاجبك اطلع. الموضوع بسيط يعني. في مشكله في مشاكل في مباشر انا على صندر فما اعرفش. الصعيد وهرمس والشمس للإسكان. الصعيد أعتقد حللتها. حللتها وقلنا جابت هدف عامة المفروض تبقى بايعة عندي. هرمس عمل تصحيحات وعاد. بص بقى، دي حتة فنية حلوة. لو هرمس جاب القمة القديمة يبقى دي علامة على الهبوط، يعني جابها ونزل. ما جابش القمة القديمة ونزل، دي كمان علامة على الهبوط. امال ايه العلامة الوحيدة للصعود؟ ان هرمس يعدي القمة القديمة اللي هي ال 23. طب ايه الامان دلوقتي؟ بيع هرمس وهيبقى عامل معاك ربح كويس ان شاء الله. الشمس للإسكان. صعدة للستة 5/5 إن شاء الله. كده بعد رسالة نبدأ التسجيل دي إن شاء الله هيبقى في فيديو الأسبوع الجاي. عندنا قناة خاصة، عندنا جروب على الفيس. اللي حابب يشترك في القناة الخاصة أو إدارة المحافظ بيتواصل معايا يا من خلال التليجرام يا من خلال كومنتات اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.